لو عاوز تزرع شوية جراوة بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، طبعا انا قبل كده عملت فيديو عليها ان احنا ازاي نزرعها. وطبعا في ناس قالت لي اعمل فيديو لزراعة الجراوة اللي هي الجراوة السكر يا جماعة، البذور بتاعتها. طبعا اللي مزروعة قدامكم دي دلوقتي اللي هي منبتة دي لسه عمرها يدوب 20 يوم، ودي جراوة اللي هي علف الفيل يا جماعة. انما اللي احنا هنزرعها دلوقتي مع بعضينا اللي هي السكري. طبعا في ناس كتيرة سألتني وقالت لي عاوزين نتعلم ونزرع الجراوة السكر يا جماعة. طبعا دي زي ما قلنا الجراوة اللي هي منبتة قدامكم دي، طبعا دي لسه دي لها اسبوع يا جماعة. بص بالشكل حضراتكم شايفينه ده، طبعا ادي لها اسبوع اصبحت معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا زي ما قلنا دي جراوة اللي هي علف الفيل. احنا دلوقتي هنزرع مع بعضينا الجراوة اللي هي السكر يا جماعة. تمام، هنزرع مع بعضينا الجراوة اللي هي السكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أعزائي المشاهدين، أحلى مسا عليكم من أخوكم أدهم من قناة عالم الزراعة. زي ما قلنا طبعا في المقدمة إن إحنا هنزرع دلوقتي مع بعضينا الجراوة اللي هي السكري. طبعا أنا قلت هعمل كم نقرة كده قدامكم علشان ما أطولش عليكم بالفيديو، وهجرب معاكم الطريقة. طبعا ده كله أنا زارعه البارح يا جماعة، ده كله أنا زارعه أمس. تمام يا جماعه. طب انا دلوقتي هتعلم مع بعضينا بطريقه سهله وسريعه علشان ما اطولش عليكم في الفيديو في الكام نقره اللي انا عاملهم مع بعضينا دول. طبعا بالقدومه يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين هناك القدومه. طبعا بالقدومه احنا هنبدا نبحث النقر بتاعتنا. طبعا ده كله لسه هبحث يا جماعه، بس انا حبيت نعمل معاكم الفيديو ده علشان ما اطولش عليكم. تمام. وطبعا قبل ما نبدا ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وطبعا ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا زي ما حضراتكم شايفين دي بذور الجراوه اللي هي السكر يا جماعه، دي بذور الجراوه اللي هي السكر. هنبدا اننا نحط شويه كده يا جماعه في النقره، كل نقره كده يا جماعه نبدا نحط فيه شويه كده، نبدا نوزع يا جماعه على النقر كلها بتاعتنا بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه. وبعد كده هنبدا نعمل تاني طريقه، هنبدا اننا يا جماعه نقفل، نحط بس تربه خفيفه يا جماعه، نبدا اننا نغطيها بس تربه خفيفه علشان النمو يكون اسرع. وطبعا زي ما وريتكم في المقدمه ديك كانت جراوه اللي هي اللي هي علف الفيل. وطبعا اقول لكم دلوقتي على الوقت المناسب لزراعة الجراوة عامة. طبعا الجراوة يا جماعة بتبدأ تزرع من اول شهر 5 لحد شهر 6 يا جماعة. بعد كده ما تنفعش انك تزرع الجراوة، بعد كده بيكون فات الوقت المناسب لزراعة الجراوة. طيب في واحد بيقول لي طب انا هزرع بعد شهر 6. ازرع يا صديقي بس مش هيطلع، هينبت معاك وهيبقى 100 بس هيجي وقت عنده مثلا يكون العمر بتاع الجراوة مثلا العمره مثلا وصل 20 يوم، وبعد كده مش هيقف في النمو. ليه يا جماعة؟ هتكون الحرارة كسرت عليه جامد، مش هيرضى انه مش هتقدر تاخد منه نمو تخدير. تمام. وطبعا زي ما قلنا الوقت المناسب الصحيح والمناسب ليه اللي هو فوت شهر 5، من اول شهر 5 يا جماعة لحد اخر شهر 5، يعني لحد اول 6. وبعد كده ما تنفعش وما تقدرش تزرع الجراوة تاني. تمام يا جماعة. هذا يا جماعة عمق النقرة وطول النقرة والمسافة اللي هي تبقى بين النقرة واختها كده يا جماعة. انا ببدأ الف كده يا جماعة على طول، وابدأ ان طبعا الجراوة يا جماعة زي ما قلنا الجراوة اللي هي السكري تبدأ ان هي تدي السعي اكتر، معلش في الكلمة، تدي البهايم او الجاموس او اي حاجة عندك تبدأ ان هي الجراوة السكر يا جماعة هي اللي بتدي السعية اكتر، تديها اكتر من الجراوة اللي هي على الفيل. ايوه هي بتطول معاك في النمو والتخدير، بس بتبدأ تستفاد منها اكتر علشان هي اللي بتدي السعية. تمام يا جماعة. وطبعا زي ما قلنا في كل واحدة شوية كده يا جماعة بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه، تبدأ انك تغطي عليه. طبعا زي ما انا معودكم ما تنسوش تصلوا على النبي.